سنتابع بعد قليل مباراة كبيرة، مباراة ودية دولية ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي المصنف أول عالميا منتخب سيليساو في ضيافة أسود الأطلس. المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا كبيرا في مونديال قطر بإنهاء المنافسات رابع العالم سيكون بعد قليل في ضيافة هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بأنه منذ ساعات طويلة بل هناك عدد من فضل الإفطار هنا بالملعب الكبير بطنجة من أجل المتابعة ومن أجل مساندة العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. كما قلت حضور جماهيري قياسي، حضور سيد فوزي الخجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي تابعناه عبر الصورة، وهذا الحضور الكبير أولا لقيمة الحدث وثانيا لأنه كما قلت يأتي ظهور الأسود بعد الوجه المشرف بكأس العالم والوصول للدور النصف النهائي، وكان الخروج بصعوبة أمام حامل كأس العالم لمرتين المنتخب الفرنسي. هي مواجهة يمكن نقول بأنه عنوانها إذن الحب والارتباط والعشق لألوان الوطن، كما أنها تحمل في طياتها المزيد من التفاني وتبليل القميص والتمثيلية اللي إن شاء الله دائما بغوا تكون مشرفة للمنتخب المغربي في كل المحافل الدولية والقارية والعالمية. منتخب البرازيلي منتخب سيليساو اللي يمكن نقول بأنه خافت بريقه خلال المونديال الأخير بعد الخروج اللي كان من دور ربع النهائي أمام منتخب، لكنه لم يتمكنش من تحقيق الذهاب. حسن وفينيسيوس كرة خطيرة دخول داخل المنطقة الجزائرية والتغطية ممتاز مرة أخرى. غانم السيس على مستوى التدخلات، كرة خارج أرضية الملعب. الحكم يقول كندا وإقصاء منتخبات إسبانيا من الدور الثمانية. مشات كرة ليوسف النصيري، هناك خطأ يمتص الحماس للمنتخب المغربي. حكيم زياش تدخل ينطلق إلا في 14 من شهر أبريل. هناك عدد أولاحي يحاول يمرر التمريرة كانت الجهة اليمنى. عز الدين أولاحي اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيرة، فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة لفائدة المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاولة المغربي. يوسف النصيري، فرصة مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة. برشلونة في الوقت تبدأ المحاولة كذلك المنتخب البرازيلي جانبا. كرة طويلة تبدأ المحاولة. فينيسيوس امام جورجيا في لقاء ودي بالامارات العربيه اللي عنده امكانيات كبيره، لاعب فريق بايرن ميونخ الالماني. كره حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل لحكيم زياش. عز الدين أولاحي، هناك خطأ بالفعل يتبع حقه في التنظيم في الوقت تبع المحاولة. أشرف حكيمي، فينيسيوس حذاري من انطلاقات وسرعة فينيسيوس جونيور، تدخل وحكيم زياش كيرفع الكرة. فرصة ريان القطري. هناك خطأ بالفعل. الدوليات الكبرى على المستوى الأوروبي. مشات كرة تحقيق الفوز في هذا اللقاء. تبع المحاولة حكيم زياش ترفع الكرة، فرصة، لكن الإصابة الحمد لله ما كانش إصابة. لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو، فرصة بوفال. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة كان المونديال القطري. وهذا كيعطينا إشارات بأن الجولة الثانية سننتظر. يحاولوا أن لاعبين المنتخب البرازيلي بأنه إقالته على مستوى العارضة التقنية في جونيور. محاولة فائدة المنتخب البرازيلي داخل منطقة الوطن المغربي. قائم جولة أولى مثالية. فرصة الجمهور المغربي. هذه فرصة خطيرة وتخفق أمام منتخب سيليساو. تدخل دين أولاحي، شو يعمل عند دين أولاحي؟ تمريرة، فرصة لا شيء في الوقت مشات الكرة
عند لوكاس على مستوى الجهه اليسرى. الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في المنتخب البرازيلي. يتراجع للوراء بل سيحاول العوده. تدخل الدفاع دائما فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه. كانت فرصه بواسطه جونيور داخل منطقه الجزاء وخطيره. الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه مره اخرى لاشرف حكيمي. فرصه في المنتخب المغربي. ترجع الكره لفائده المنتخب البرازيلي. حكم المسيبر لكن هذا تدخل ممتاز. ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان كاس قاريه واحده. فهذا جات هذه فرصه في الوقت الحكم المساعد رفع رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل سبع هذه المحاوله. فرصه بيدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل لاعب فريق الوداد الرياضي البيضاوي رودريغو. ثلاثه ديال التغييرات في صفوف المنتخب البرازيلي وكذلك عمران لوزا. في الوقت غادي محاوله تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد كان دوس سانتوس وكذلك رودريغو. فرصه داخل منطقه الجزاء. تدخل كانت المباراه الاولى امام النرويج، تعادل بهدفين مثلهما بعد بيا لوس انجليس ومرورا ب ولكن كيحاول انه يعطي الثقه. ممتازه من سفيان بوفال عند نصر المسراوي وكذلك الاستفاده من التراكمات الحاليه بالنسبه للعدد من اللعيبه. يحاول يمرر تسديده قويه لحكيم زياش ولكن الكره كتمشي. ترجع الكره امام يوسف الصيري خطيره وهدف. هدف التعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره وفرحه كبيره المغربي. كعبات الكره من طرف اللاعب. محاوله اخرى يحيى عطية رفع الكره. فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه. من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد.